يا مسا الجمال على كل متابعين ماريو الجمال. النهاردة جاي لكم بالجزء الثالث من الرواية كرهتها لأجل الشياطين. النهاردة بقى هنكمل الجزء الأخير من روايتنا. ويلا قبل ما نبتدي ما تنسوش انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على كلمة الكل علشان اي رواية انزلها توصل لكم، وما تنسوش اللايك بتاعكم علشان ده اللي بيحفزني انزل روايات كتير. ويلا بسرعة 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 نشوف روايتنا بتحكي عن ايه النهاردة. وعندي زينب في اوضتها، على الرغم انها حلوة بس مش مريحة خالص، قاعدة وبتقول ايه يا زينب، هتفضلي كده كتير؟ هتفضلي تستني محمد يروح منك وفيروز يبقى عندها كل حاجة حلوة؟ اكيد لا، مش هستنى. طب الفكرة دي لازم تتنفذ. ايوه، انا هدمرك، هعملك سحر واعمال كتير جدا لغاية ما تتدمري على الاخر. وعند الدجال كانت قاعدة زينب بتقول للدجال اسمعني يا شيخنا، انا عايزة يبقى معايا عشيرة من الجن ينفذوا ليا كل اللي انا عايزاه. اعمل للبنت دي عمل، اهو جبت لك لبس من قطرها، وولد اسمه محمد ابن فاطمة، عايزة اعمل له انه يحبني وانه يكره فيروز على الاخر ويتجوزني انا مش فيروز. وفيروز عايزاها ادمرها على الاخر، عايزاها تبقى اقل واحدة بالمدرسة، تجيب درجات وحشة جدا والمدرسين يكرهوها والكل يكرهها، وانا بس اللي اكون محبوبة من الكل. عايزاك تدمرها، عايزاها تبقى اقل واحدة، تبقى مكروهة، تبقى شكلها وحش، انا اللي اخد الجمال بتاعها. ياه، ده انت باين عليكي مغلولة منها قوي، ليه كل ده؟ هو انا مغلولة وبس؟ ده انا متكادة، ده انا متغاظة، ده انا كل حاجة من ناحيتها. عارف ليه؟ لانها احلى مني وحظها احلى، محبوبة من الكل وانا اللي مكروهة. حتى حب طفولتي هي اللي خدته، ما بعرفش اخد اي حاجة. حظها من الدنيا كبير كبير جدا. يبقى تمام، بس الموضوع ده هياخد كتير جدا، بتاع حوالي 3000 جنيه، وانا عارف انك بتقولي في نفسك هجيبهم منين. اسرقي امك، هي حاطه الفلوس دي تحت السرير من على اليمين. زينب ما فكرتش، هو يعني هنا ما فكرتش ولا سألته انت عرفت ازاي ان هي حاطه الفلوس هنا، وما هماش حاجه خالص، وقالت له حاضر طبعا من عيني، اعمل انت وما يهمكش حاجه خالص. عمل لها العمل، وبعد 3 ايام في بيت فيروز كانت بتكلم امها بزعيق، يعني هو عكس العاده. هو مش انا قلتلك عايزه لحمه؟ عامله فراخ ليه؟ ها يا حبيبتي، اهدي بس، معلش احنا في اخر الشهر ومش معايا فلوس، استني هقبض وهجيبلك بدل الكيلو 2 كيلو. فيروز وهي بتكمل بزعيق وغضب كبير جدا. نعم، انت بتقولي ايه؟ انت ست بخيلة، انا بكرهك، بكره بخلك يا بخيلة يا تخينة يا عجلة. انت مش عايزة تجيبيلي اللي انا عايزاه؟ مش عايزة تجيبيلي الاكل ليه يعني؟ هو انا مش مسؤولة منك تجيبيلي اللي انا عايزاه؟ يا تخينة يا عجلة يا بخيلة، انت بخيلة يا امي. ايه نهار اسود اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي انت بتقولي ده يا بنتي؟ اول مرة تقولي كده، طول عمرك بنت مطيعة عليا. ليه يا بنتي؟ في ايه يا حبيبتي؟ في ايه يا قلب امك؟ مالك بتزعقلي ليه كده؟ فيروز فوقي، انت في وعيك؟ انت متأكدة من اللي انت بتقولي ده؟ لا يا بنتي، انا متأكدة انك مش يا بنتي ركزي بقى، انا تخينة وعجلة. ليه يا حبيبتي بتقولي كده؟ ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ ليه بتجرحيني بكلامك القاسي ده؟ وهنا بقى فيروز حست ان هي وهنا بقى فيروز حست ان هي ضيخت جدا جدا، لدرجة انها حست انها يغمى عليها. وفجأة فاقت ولا كأنها حست بحاجة وقالت ايه ده؟ ماما، مالك يا حبيبتي؟ بتعيطي ليه؟ مالك؟ في ايه يا حبيبتي؟ انا ما اقدرش اشوفك كده، بتعيطي ليه يا حبيبتي؟ مالك يا ماما؟ الام بصت ليها وقالت نعم، انت مش فاكرة اي حاجة؟ حاجة ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ اهدي طيب، مين مزعلك ومخليكي بتعيطي كده؟ قوليلي وانا راح اطلع امه. انت يا فيروز زعقتي فيا وقعدتي تقوليلي اني تخينة
وشتمتيني واهنتيني. ليه يا بنتي بتقولي ان انت تخينه وعجله وتجرحيني بالكلام مع اني رفيعه مش تخينه؟ ليه عملتي كده وقلتي كده؟ انت طول عمرك مطيئه عليا. ليه يا بنتي؟ ليه بتقولي لي كده؟ ليه اهنتيني؟ ده انا بشتغل من ساعه ما ابوكي مات، وبحاول اصرف عليك واعيشك عيشه حلوه. ليه يا بنتي بتقولي كده؟ ليه بتزعليني منك ومن كلامك ده؟ كانت بتقول كده وهي بتعيط. كانت بتسمع فيروز وهي مصدومة صدمة عمرها. أيوة مصدومة، لأن فيروز عمرها ما كانت متعودة على إنها تعمل كده أو تخلي مامتها تعيط بالشكل ده. فيروز قالت: أنا 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 يا ماما؟ إزاي؟ لا لا يا حبيبتي، أنا عمري ما أعمل كده. إزاي؟ والله يا ماما مش فاكرة حاجة. طب أكيد ضغط امتحانات، هلوست شوية أو أي حاجة، بس أنا عمري ما هقولك كده أو أعمل كده. وبعدين الفراخ اللي أنا بحبها هتبرد. يلا يا ناكل يا ست الكل، وامسحي دموعك وخليكي متأكدة يا أمي إن أنا عمري ما هقولك. أنا عايزاكي تتأكدي يا ماما إن أنا عمري ما هقل منك أو أكلمك بأسلوب وحش. قعدوا يكملوا أكل وأمها مستغربة وبتقول بنفسها: يعني أنا مش فاهمة حاجة الصراحة، هل هي بتستعبط ولا هل فيها حاجة؟ أكيد حاجة غريبة، أنا مش فاهمة. أصل فيروز بنتي عمرها ما هتقول كده منها لوحدها. حاجة غريبة جدا. تاني يوم عند محمد وفيروز. محمد: وحشتيني يا فيروز، عاملة ايه؟ وانت مال امك يا خفيف انت؟ محمد انصدم بس قال: بطلي هزار، لان امي دي هتبقى حماتك. ها؟ نعم يا عينيا حماتي، بأمك الحرباية العقربة هتبقى حماتي؟ ليه يا اخويا؟ وانت تبقى جوزي؟ انا اتهبلت في مخي ولا ايه؟ امشي يا من هنا. وصوتها اتغير 180 درجة. بدل ما طلع عليك القديم والجديد. جري محمد، جري وطلع على بيت فيروز. محمد: طنط طنط، هي فيروز مالها يا طنط؟ مالها كده؟ مالها يا ابني؟ بنتي حصل لها حاجه ولا ايه؟ لا يا طنط، بنتك كده حد ما كويسه، بس قعدت تزعق فيا. وحكى لها على كل حاجه. للأسف يا ابني أنا مش عارفة هي مالها، بقت غريبة جدا جدا. والمشكلة إنها قعدت تقولي كلام غريب وإنها بتكرهني. وبعد كده لقيتها داخت وكأنها فاقت من غيبوبتها اللي كانت فيها، وقالت لي: مالك؟ ولا كأن حاجة حصلت. سكت محمد شوية بتفكير وقال لها: أنا شاكك في حاجة. بقولك إيه يا طنط، انا هجيب شيخ النهارده هيقرأ عليها، وما تخافيش، هو بيعالج بكلام ربنا وكل حاجه هتبقى كويسه. ام فيروز وكأنها فهمت وقالت: ماشي يا ابني، ان شاء الله ربنا يسترها وانا هستناك. وبعد انتهاء اليوم الدراسي روحت فيروز وامها قالت: مالك يا بنتي؟ محمد جه شكى منك وانك زعقتيله وشتمتيه. هي يعني انت مالك يا بنتي؟ حسيت انك اتغيرتي اليومين دول. فيروز كأنها مش في وعيها: اسمعي يا ست انت لو جبت الشيخ رفعت انا ههد البيت كله، انت فاهمه ولا لا؟ دخلت جوه. يعني يا حزن الاسود يابا، البت فعلا مأذية، استرها يا رب. وانا مصرة ان اجيب الشيخ رفعت ده، باين عليه شيخ بركة. استرها يا رب وهات العواقب سليمة يا رب، ده هي بنتي الحيلة. وبعد شوية جه، وأول ما شافته فيروز وشها كله اتحول وكأنه اتشوه، وفضلت ترجع لورا وتقول: ابعد عني، ابعد يا رفعت، ابعد. وفجأة جالها حالة من التشنجات: زينب أحمد، زينب أحمد، زينب أحمد. وفضلت تكرر الاسم ده كتير: الشيخ، زينب أحمد. هي مين دي يا جماعة؟ زينب دي شيخنا صاحبتنا. ليه يا شيخنا؟ وبعدين هي فيروز بتكرر الاسم ده ليه؟ للأسف يا محمد يا ابني، زينب هي اللي أذيها وعامله لها السحر وأعمال كتيرة جدا، وأنا هحاول أفكه. وبعد شوية الشيخ بيقول: يا جماعة، أنا حضرت روح زينب وهبتدي أكلمها على لسان فيروز. قولي لي يا زينب،
انت ليه عملت كده في صاحبة عمرك؟ ده عمرها ما كرهتك. فيروز اتكلمت، بس زينب هي اللي بتتكلم على لسان فيروز وهي لسه بتتشنج. عشان بكرهها، ايوه بكرهها، حظها حلوة في كل حاجة، محبوبة من الكل، وانا اللي مكروهة. حاولت اقلدها يمكن اكون محبوبة زيها. ومحمد حب طفولتي، محمد اختارها وما اختارنيش، وانا مش هسيبها، هدمرها لغايه ما تبقى اقل واحده في الكون ده كله، وانا اخد جمالها وهبقى احلى واحده في الكون ده كله. مش هسيبها غير لما ادبرها. هتسيبيها بامر الله. وبعد وقت اغمى على فيروز. الشيخ: انا فكيت السحر وعملت ليها تحويطه جامده جدا، محدش هيقدر يأذيها نهائي. مش الشيخ وفاقت فيروز ومحمد وامها حكوا ليها كل حاجة. مش كنت بقولك ان هي بتكرهنا ومش بتحبنا يا فيروز؟ عندك حق، انا هتجنبها خالص ومش هكلمها. وعدى على الموضوع ده اسبوع، بس في الاسبوع ده وكأن زينب ومامتها فص ملح وداب. مامتها عزلت من بيت تاني بعد ما عرفت الموضوع، بس زينب كأنها اختفت فص ملح وداب، ومش معروفة عنها اي حاجة، وكأنها بتتحاكم عندهم تحت الارض. استنوني في حكايات جديدة من النوع ده وحكايات رومانسية. القصة الجاية هتكون عبارة عن رومانسي. يلا، عايزاكم تتحمسوا بطريقة جامدة. يلا، بحبكم جدا، وما تنسوش انكم تعملوا لايك واشتراك للفيديو علشان اعمل لكم قصص كتير جدا. بحبكم جدا، ومع السلامة.